اسمع كده الآية دي. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لاحظت البطء والهدوء في القراءة؟ دي مرتبة التحقيق، وهي أبطأ مراتب القراءة. التحقيق لغة هو التدقيق والتأكد من كل شيء. اصطلاحا هو أننا نقرأ القرآن ببطء وهدوء شديد، ونعطي كل حرف حقه ومستحقه. يعني بنشبع المدود ونوضح الغنات ونطلع كل حرف من مخرجه بالطريقة الصحيحة. طيب ليه بنقرأ بالتحقيق؟ السبب الرئيسي هو التعليم. يعني لما الشيخ يكون بيعلم طالب جديد بيستخدم قراءة التحقيق، وده عشان يسمع الطالب كل حرف بوضوح ويعرف يقلده صح. بس خد بالك، البطء ده مش معناته ان احنا نمط في الكلام او نزود حركات ملهاش لازمة. والتمطيط هو المبالغة في إطالة زمن الحركات، مما يولد منها حروف مد ليست من أصل الكلمة. فلما فده اسمه تمطيط وبيبطل التلاوة.